بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. ولأول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض التورتة الجميلة دي اللي انتوا شايفينها. إمكانياتها سهلة جدا وبسيطة، بدون دقيق وبدون فرن وبدون بيض. التكاليف بتاعتها بسيطة جدا. هتعملي تورتة ممكن تنفع لعيد ميلاد، لضيوف يجولك، ممكن في حفلة، في أي مناسبة هتقدميها. سهلة جدا وإمكانياتها بسيطة. ممكن هتفرحي بيها عيالك في عيد ميلادهم. طبعا احنا عارفين دلوقتي الحاجة مكلفة، فاحنا على قد ما بنقدر عايزين نوفر وعايزين برضو نفرح أولادنا في نفس الوقت. يلا بينا مع بعض نشوف التورتة الجميلة دي اتعملت ازاي، وان شاء الله ننفذها مع بعض وتقدروا تعملوها. اول حاجة معايا هنا هنجيب آه، صينية اللي هي بتاعة التشيز كيك اللي هي بتتفتح. مش شرط، ممكن تكون صينية عادية. هنجيب 2 باكت من الكابتشينو او النسكافيه اللي هو المحلى. وهنجيب اللي هو البسكوت الشاي الأولكر، اي نوع بسكوت شاي انتي بتستخدميه. هنبل كده بسكوت الشاي بالكابتشينو اللي احنا عملناه او الكوفي ميكس. زي ما انتم شايفين كده هنرص البسكوت بعد ما بننزله في الكابتشينو. هندوب طبعا بكون الكابتشينو في ميه، لان ده بيبقى فيه لبن وبيبقى فيه سكر، فيه كل حاجه يعني. هنحط بس ايه، كوبايتين ميه. هنرص البسكوت كده بعد ما بليناه في الكوفي ميكس في الصينيه كده طبقتين. انا عملت طبقتين في الارضيه علشان تتحمل معايا. بعد كده هنجيب الكريم شانتيه. الكريم شانتيه طبعا احنا كلنا عارفينه. انا بجيب كوبايه من الكريم شانتيه، عليها نص كوبايه من الميه المثلجه، وعليها سكر حسب الرغبه. انا بجيب اللي هو الكريم شانتيه اللي هو السايب، اللي هو بدون سكر. تمام. فانا بعمل الكريم شانتيه الكوبايه، كوبايه الكريم شانتيه عليها نص كوبايه من الميه ومعلقتين من السكر حسب الرغبه. هعمل كده اول طبقه من الكريمه اللي هي الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده، احاول ان انا اوزعها كويس على طبقه البسكوت الاولى. بعد كده هنزل كده باي فاكهه عندي او مربى. ما كانش عندي فاكهه، حطيت كده مربى من مربى الكريز، وزعتها كده على الكريمة، بحيث ان هي ايه، تديني طعم مميز شوية، وتديني برضو طعم ال الكريز فيها. كانت بصراحة طعمها تحفة، طعمها جميل جدا وطرية وهشة. محدش مصدق ان هي دي اساسا من البسكوت. طعمها كده مميز، وفيها ميكس كده من النسكافيه مع ميكس من الكريمة مع الكريز. طعمها كان تحفة بجد يعني. هننزل بقى بالطبقة التانية. الاول حطيت برضو جيلو كده، فراولة. هنزل بقى بالطبقة التانية بطبقة اللي هي بسكوت اوريو. انا عملت كده طبقة صغيرة في النص تديني بس لون وطعم برضو علشان يمشي مع النسكوي اللي هي الكوفي ميكس. وزعته كده طبقة بس بسيطة كده، مش كتير. بعد كده عملت طبقة من الكريم شانتيه اللي هو بطعم الشوكولاتة. وزعته كده وحطيت برضو طبقة بسكوت تانية. برضو كان عندي شوكولاتة كريسبي، حطيتها كده في النص برضو تديني طعم حلو. وشوكولات ابيض، شوكولات شيبس ابيض. حطيت طبقة بسكوت تانية حطيت طبقة بسكوت تانية. وبعد كده حطيت طبقة من الكريمة، فرشت الوش بتاعها من الكريمة. هعمل بقى الجناش. هنعمل جناش مع بعض. هنجيب 250 جرام من الشوكولاتة. انا كان عندي شوكولاتة بالمكسرات، كسرتها وعملتها كده، وعليها نص معلقة من الزبدة، واتنين معلقة كريم شانتيه، وعليها نص كوباية من اللبن المغلي. يبقى معلقتين كريم شانتيه. انا كان عندي كريم شانتيه اللي هو الموس الشوكولا، حطيته مش شرط، عادي يعني.
ونزلت عليه، وعندي ال 250 جرام من الشوكولاتة، وحطيت عليها نص كوباية من اللبن السخن المغلي، ونص معلقة من الزبدة الصغننة. ممكن تستبدلي الزيت بدل الزبدة، مش عادي يعني، ممكن بدل الزيت زبدة، او بدل الزبدة زيت كده زي ما انتوا شايفين. الجناش ده مش مكلكع ولا حاجة، ده هو الجناش كانت الشوكولاتة عندي فيه بالمكسرات. اي حاجة عندك استخدميها، مش شرط يعني تكون شوكولاتة خام، اي شوكولاتة عندك تستخدميها مفيش مشكلة. هرش عليها كده اللي هو الفرماسيه بطعم الشوكولاتة برضو. دخلتها بقى التلاجة، لازم تقعد مش في التلاجة مش اقل من 4 5 ساعات. لو انتي مستعجلة عليها دخليها الفريزر. انا دخلتها التلاجة وسبتها شوية لغاية لما تجمد خالص، والجناش بتاعها يبقى متماسك. هسيح كده الجوانب بتاعت الصينية بتاعتي بالبشبوري علشان تفك معايا بسرعة، ما تتعبنيش وانا بفكها. يا دوبك اسخنه بس كده علشان الجوانب تفك معايا. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، طلعت بالمنظر دوت. هحاول بقى ان انا اسوي كده الجوانب اللي هي اللي في الجنب دي. بصوا بقى عامله ازاي. ممكن بقى عندك بقى مكسرات متكسره سوداني، تعمليها كده بالجوانب عندك بالفرماسيه ممكن. انا ظبطتها كده بالسباتولا بتاعت التورته بالشكل ده، تديني برضو شكل جمالي حلو. كان عندي بواقي كريمه بيضه كده، عملت برضو من الجوانب كده، حددت التورتايه بتاعتي جميله جدا، وشكلها برضو شغاله يعني. عيد ميلاد ماشي، حفله ماشي، حفله نجاح، عيد جواز، ما تقولش لا يعني، تمام. شكلها حلو يعني وعمايل ايديكي، وطعمها كان جميل جدا، وسهله جدا جدا، ما خدتش معايا اي وقت ولا مجهود، ولا فرن بقى ولا بيض، واحنا عارفين الغلاء اليومين دول، الدنيا يعني مش ناقصه يعني. حاول كده اسويها بالجوانب. يعني هي بقى انت بقى لو عملتيها في عيد ميلاد بقى هتقول لا، تحفه جميله، وامكانياتها بسيطه، وحاجه كده عملتيها بايديكي وما كلفتنيش كتير والله يعني، ما دخلتش حتى ب50 جنيه. تورته كبيره، بص المقاس قد ايه. كان عندي كده كم قطعة من بسكوت الأوريو، حاولت كده ان انا احطها كده تديني برضو شكل جمالي حلو. بصوا بقى جميلة وحلوة ازاي. نقطعها بقى مع بعض ونشوف الطراوة اللي فيها، وقد ايه طرية، قد ايه جميلة وهشة. بصوا بقى الطبقات بتاعتها جميلة ازاي، طرية جدا، ومن جوه كلها بقى كريمة، وطعم كده ميكس كده مع بعض، وطعمه جميل ومختلف. التصوير بس خدني هنا، مش ما كنت عايزة اوريكم الطراوة بتاعت ال- التورتة وانا بقطعها. جميلة جدا جدا، طرية خالص، وطعمها في منتهى الجمال. بصوا جميلة ازاي من جوه الطبقات بقى، والكريمة وطعم الكريز كمان مع الكريمة الفانيليا كان طعمه جميل جدا، وطبقة الأوريو كانت هشة وجميلة. كأنك مش بسكوت والله، كأنه كيكة فعلا. دي كانت الوصفة بتاعتي، والوصفة عجبتكم يا ريت اللايك والاشتراك.